بيبتدي فيلمنا مع 5 أصحاب قاعدين مع بعض، لوك وفيل وهاتش ودوم وريبورت، وبيقرروا الخمسة إنهم يمارسوا رياضة المشي الطويل بين السويد والنرويج. وبعد كده بيقف لوك وريبورت جوه متجر وبيكون فيه هجوم مسلح عليه. بيستخبى لوك في جنب لكن ريبورت بيتقتل قدام عينيه. وبنرجع مرة تانية لشمال السويد بعد 6 شهور لما بيظهر الأربعة مع بعض، وكمان بيظهر دوم بإصابة في ركبته. بيمشوا مع بعض في رحلتهم، وبيقرر لوك وهاتش إنهم يختصروا الطريق بإنهم يدخلوا بين الغابة. بعد وقت طويل بيظهر إنهم تاهوا، وبيحسوا الأربعة بالقلق لما بيشوفوا غزال مقتول ومتعلق على الشجر بطريقة غريبة، بس بيقولوا ممكن يكون بسبب صيادين. وبيمشوا، وبالليل بتيجي عاصفة قوية بتخليهم يستخبوا في كوخ، وبيظهر إنه مهجور. لوك بيسمع أصوات غريبة بره لكنه بيتجاهلها وبيدخل. بيلاقوا جوه الكوخ رموز غريبة، وفي الطابق العلوي بتكون في عروسة مصنوعة من أغصان وأوراق الشجر وعليها قرون. فبيقول دوم إنه سحر، وبينزلوا الأربعة. وبالرغم من الأجواء اللي هم فيها لكنهم بيناموا. وبيحلم لوك إنه بيصحى وبيفتح الباب وبيلاقي نفسه في المتجر، ومرة واحدة بيرجع للغابة تاني، وكمان في 5 علامات خربشة ودم على صدره. وهاتش ودوم بيصرخوا بسبب كوابيس مرعبة، فبيفوقهم لوك وبيطلع فوق وبيلاقي فيل قاعد عريان قدام العروسة، فبيفوقه هو كمان. وأخيرا بيطلعوا وبيمشوا لكن بيلاقوا الحروف الغريبة منحوتة على كل الشجر بره، بس بيكملوا طريقهم وبيمشوا، وبيختاروا طريق غلط يمشوا فيه غير اللي هاتش بيقول لهم عليه. وهم ماشيين بيقفوا يريحوا، فلوك بيطلع يشوف الاتجاه الصح لكنه بيشوف مخلوق عملاق. بيرجع بسرعة علشان يحذرهم لكنهم بيتخانقوا معاه ومش بيصدقوه. وكمان دوم بيتهموا بانه السبب في قتل ريبورت، وده بيخلي لوك يضرب دوم. وبيرجعوا يكملوا مشي لحد ما بيلاقوا خيمة كبيرة مدفونة في الارض، وبتظهر انها العيلة وبيكون فيها كل حاجاتهم. بيجي عليهم الليل وبيجبرهم على النوم في المكان اللي هم فيه. وبالليل لوك بيحلم بالمتجر تاني في نفس موقع ريبورت، بس المرة دي مع الوحش اللي بيجيله وبيشيل الخيمة اللي قدامه. بيصحى على صوت فيل بيصوت، وكمان ما بيلاقيش هاتش بس بيسمعوا صوته في الغابة مع أصوات غريبة. ولما بيروحوا بيقرروا يرجعوا تاني علشان ما يتوهوش، وبيقولوا هيدوروا عليه الصبح بيجي وبيلاقوا هاتش متعلق زي الغزالة اللي شافوها الأول. بيحسوا بإحباط لما بيعرفوا إن في حاجة غريبة بتتابعهم، بس بيقرروا يكملوا طريقهم لحد ما بيقفوا يريحوا تاني. ولوك بيسيبهم ويروح يبص على الطريق، وبيعرف إنهم قربوا يوصلوا. ولما بيرجع تاني بيلاقي الوحش بيسحب فيل، وده بيخلي لوك يخبط في الشجرة وبيغمى عليه علشان يصحى تاني وهو في المتجر تاني. بس بيفوق تاني وبيحاول يلاقي دوم لحد ما بيلاقيه، وبيعرفوا لوك إنه مش هيسيبه مهما حصل. وبيقرروا يقوموا يجروا، ولما بيقوموا يجروا الوحش بيجروا وراهم، وبيكون قصادهم جثة فيل متعلقة على أغصان الشجر. فبيدخلوا الكوخ تاني وبيقفلوا الباب علشان يسمعوا موسيقى غريبة جوه الكوخ ويشوفوا ناس أغرب، وواحد بيضربهم وبيغمى عليهم. بيصحى لوك ودوم وبيلاقوا نفسهم مربوطين بسلاسل في غرفة صغيرة. بيحاول يشوف لوك ايه اللي بيحصل بره. بيلاقي 4 بيبنوا حاجة غريبة من الخشب، وبيدخل عليهم واحدة عجوزة ومعاها مية للوك، وبيبان عندها نفس الجروح اللي عند لوك، بس بيمنعوا عندهم المية وبياخدوه معاهم وبيفضلوا يعذبوا فيه لحد ما واحدة بتدخل وبتقول للوك ان دوم جاهز يتقدم قربان. بيرجعوا دوم تاني وبيكلموا لوك لحد ما بياخدوه مرة تانية وبيربطوه بره. وبيجي الليل عليهم، وبيحاول لوك انه يفك نفسه بأي طريقة لحد ما بيكسر صباعه وبيفك نفسه. بتقعد المجموعة على ركبتهم لما بيسمعوا صوت الوحش جاي من الشجر. في الوقت ده دوم بيشوف مراته بتخرج من الغابة بس بتتحول للوحش، وبتنتهي كل حاجة لما دوم بيتعلق على الشجر زي الباقي. بترجع البنت تاني للوك وبتقوله بصوت واطي ان المخلوق يعتبر بالنسبة لهم آلهة، وبيسمح ليهم بالحياة بدون ألم أو موت. وبتعرفوا ان خلال الطقس الجاي اللي هو بتاع لوك يا اما يركع قدامه يا اما هيعلقوا على الشجر، لكنه بيقوم يمشي بعد ما بتخرج، وبياخد شعلة معاه وبيطلع للدور اللي فوقه. بيلاقي غرفة مليانة جثث حية وما تقوليش ازاي، وبتكون عليها نفس الحروف اللي كانت على الشجر، وقاعدة قدام هيكل عظمي، وده اللي بيخلي لوك يولع في الجثث. وفي البيت
البيت كله، ولما بتشوفه الساحرة بيضربها وبياخد بندقية وبيطلع بره في الوقت اللي بيوصل فيه الوحش وبيمسك البنت اللي حكت له وبيخلع عينيها. ولوك بيضرب النار على واحد من المجموعة. بيهرب لوك لما بيشوف الوحش وبيخرج بره البيت المولع، وبيشوف الوحش من بعيد وهو شايل البنت، فبيضرب عليه النار. الله يخرب بيتك عملت كده ليه؟ فبيبصله الوحش وبيطلع يجري لوك والوحش وراه لحد ما بيقف وبيظهر له المتجر تاني، بس بيهجم عليه الوحش في الاخر. بيمسك الوحش لوك وبيرفعه في الهواء وبينزله على شكل ركوع ليه، ولما بيحاول لوك انه يقف بيرجعه تاني على نفس الشكل، بس بيشوف لوك الفاس قدامه فبيروح ياخدها وبيهجم على الوحش وبيضربه وبيطلع يجري لحد ما النهار بيطلع وبيقف الوحش بين الشجر، ولوك بيكون خرج بره وبيفضلوا يتجننوا الاتنين قدام بعض لحد ما بيرجع الوحش تاني للغابة، ولوك بيكمل طريقه وسط الزرع في الاتجاه المعاكس. ولحد هنا بيكون انتهى الفيلم بتاعنا. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصل لكم كل جديد، واستنوا مننا اجدد الفيديوهات. ولو انت على الفيسبوك ما تنساش تعمل لنا فولو. دمتم في امان وسلام. سلام.